ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن ماتش الزمالك وبيراميدز على السريع، واقول كده رايي في التشكيل اللي هيبقى بيهم الفرقتين وتوقعات المباراه ومين اللي هيحرز الاهداف على السريع كده. ده في فيديوهات كده على طول هعملها قبل الماتشات مثلا بيوم، ليله الماتش اللي هو مثلا قبل الماتش بكام ساعه في اليوم اللي هيلعب فيه الفريق، فاهمني كده يعني. ابدا بتشكيله بيراميدز. شايف الشناوي هيبدا في حراسه المرمى، احمد سامي واسامه جلال، محمد حمدي والشيبي. نص الملعب هيلعب اسمه ايه ده، نص الملعب زيكو، تمام، قطة، وزيكو قطة، ممكن أحمد توفيق، زيكو قطة، زيكو قطة، مصطفى فتحي ممكن قدام مع ومصطفى فتحي وزلاكا وناصر ماهر. ممكن يلعب أحمد توفيق، مش متأكد الصراحة يعني. ده بالنسبة للتشكيل المتوقع لبيراميدز. الزمالك اتوقع في حراسة المرمى مهدي سليمان، قدامه محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد، على الشمال عمر جابر، على اليمين بنتايك، نص الملعب عبد الله السعيد ومحمد فتوح، تحتهم مين، محمد فتوح، أحمد فتوح أو ممكن محمد ربيع مثلا. أتوقع محمد ربيع يبدأ. وفي الشمال اسمه ايه، بتزيرا. على اليمين عدي، تحت مهاجم وحيد ناصر منسي. ده بالنسبة تشكيلة الزمالك يعني. قولي لي رأيكم في الكومنتس في التشكيلتين، وانتوا شايفين ايه التشكيلة الأفضل للفريقين. اتوقع اللي هيحرز الأهداف الماتش ده، اتوقع ان هو ان شاء الله هيخلص 2-2، او لو مخلصش 2-2 ممكن يخلص 2-1 الزمالك. لو خلص 2-2 اتوقع اللي يحرز الأهداف مصطفى فتحي وزلاكا، وتألق اللاعبين دول، وتألق برضو مصطفى فتحي وقطة، ويخلص الماتش 2-2. والأهداف اللي تيجي للزمالك واللعيبة المتألقة، هشوف إن اللي هيحرز أهداف الزمالك عدي وناصر منسي، ولا اللعيبة اللي تتألق في الماتش عدي وناصر منسي، وممكن بتزيرة ومحمد إسماعيل، ومثلا نقول فتوح. بس ده كان رأي سريع كده، قلت أقول رأيي في التشكيلة والنتيجة يعني، ورب وإن شاء الله خير يعني، ويتعادلوا هما الاتنين يعني. ونطلع بحاجة من الدنيا بقى، عشان أنا زهقت من الأهلي ومن ريال مدريد، وحاجة صعبة يعني. حاجة تخنق بصراحة يعني. مش فاهم الكورة عندنا ليه الموسم ده. إن شاء الله يعني يخلص تعادل يعني. وممكن أفتح لايف رياكشن في خلال ماتش الزمالك وبيراميدز، لو اتفرجت عليه هنا في البيت. لو ما اتفرجتش عليه هنا في البيت هطلع لكم بقى بعد الماتش. بس كان معكم عمر من قناة كرة الجماهير وعموري. شوفوا بخير. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك كده، وصل الفيديو ده